السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني اخواتناني واعزائناني، بحبكم جدا 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 وبشكركم جدا على تعزيكم ليا، ويا رب كده يستركم ويبعد عنكم كل شر كل شر يا رب العالمين. دلوقتي هعمل لكم اكله بسيطه. طبعا انتوا عارفين الظروف اللي انا مريت بيها، والدي توفى وبقاله اسبوعين، فربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين، وكل امواتنا واموات المسلمين اجمعين. فهعمل اكله بسيطه كده، اول يوم اطبخ فيها اليوم وادخل المطبخ. سامحوني ان انا مقصره معاكم في الفيديوهات ومقصره معاكم في حاجات كتير، بس ان شاء الله هرجع لكم بقوه، وكل اللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم. دحين او دلوقتي هعمل لكم مكرونه عندنا في مصر بنسميها متحمره. يعني ايه يا ناني متحمره؟ يعني هوريكي ازاي بتتعمل بالصوصات اللي انا هوريكي دي، وهنحمرها ازاي. وبعد كده هوريكي كمان عملت الدجاج بتاعها. انا جبت فروج صغير كده، يعني ما يعديش الكيلو، 900 جرام. سلقته نص سلقه، بعد كده تبلته. اما هطلعه واحطه لك على المكرونه كده، هقول لك انا حطيت التتبيله بتاعه الفراخ ازاي، عشان يبقى الفيديو ده عندك متوثق، تقدري تشوفيه في اي وقت تحبي تعملي الوصفه دي. تمام، يلا بينا على الغاز. انا ولعت الحله وهحط المكرونه بتاعتي، ويلا بينا نبدا مع بعض الوصفه. حطيت هنا 3 معالق زيت ذره او عباد، ومعاهم معلقه زبده. تمام اهي. قبل ما تسيح الزبده معايا عشان ما تتحرقش، بنزل بكاسه المكرونه اهي. طبعا بتعملي على حسب عدد افراد الاسره عندك. تمام اهي. انا عملت كده بمقام كاستين، بفضل اقلب فيها اهي. انا كنت موطيه عشان الزبده ما تتحرقش. تمام حبيبه قلبي اهو، تقعد تتحمر كده، وهوريكي بعد ما تتحمر شويه صغيرين هحط التتبيلات ازاي. يا بنات وصلت للون البصي الذهبي دوت. تمام، وكلها نفس درجه اللون. بعد كده بحط معايا البهارات، عباره عن ربع معلقه ملح، عشان ما كترتش، عشان انا حاطه واحده مرق لحمه او دجاج اللي يعجبك. وبعدين رشه توم باودر وفلفل اسمر ودوت كركم ودوت كاري. تمام اهو، بحطهم وبقلب كده. تمام، وبعد كده بحط ايه بقى اللي هو الحاجه القويه الجامده بقى اللي هتخليها ولا اروع، معلقه من الباربيكيو. ايه هو الباربيكيو يا ناني؟ ده بتاع المشويات. تمام، حطيت معلقه وبحط التانيه اهو. هتدوقي مكرونه متحمره او متدحرجه على حسب البلد عندكم بتسموها ايه اهي. شايفه كده؟ ده من انزل عليهم بعد ما حطيت كل البهارات اللي وريتها لك، هنزل عليهم بشويه شوربه بقى كده حلوين. لو ما عندكيش شوربه عادي بتحطي ميه دافيه، بس ساعتها هتزودي ايه بقى؟ هتزودي المرق، بدل واحده هتبقى 2 اهو. هوريكي المقدار بتاعها، شايفه اهي. بس هسيبها كده لحد ما تنشف معايا. بعد كده هدوقها، هلاقيها لسه نيه، هزود كمان كبشتين معايا او مجين يعني. تمام حبايب قلبي، طلعنا خلصنا المكرونه المتدحرجه او الايه المتحمره. بصوا الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طعمها حكايه. صوص الباربيكيو ده اوعي تنسيه. والدجاجه دي بقى عملناها ازاي؟ سلقناها نص سلقه، طبعا بالبصل والطماطم وورق الغار او اللورة والحبهان والفلفل الاسمر والملح اخر حاجه. سلقتها نص سلقه، بعد كده طلعتها من الشوربه بتاعتها. عملت لها ايه بقى؟ الصوص بتاعها اللي هو حطيت هنا بصل عشان اكرمله زي ما انت شايفه كده، البصل والطماطم المكرملين القمر دول. حطيت معاهم ايه بقى؟ حطيت معلقتين باربيكيو، حطيت
كمان ملح وفلفل و3 معالق زيت، وحطيت عليهم كمون وكاري وكركم ومعلقه صوص طماطم. اهم حاجه معلقه الصوص الطماطم علشان بتدي لون ونكهه حلوه جدا، مع عصره نص ليمونه، بس. وبعد كده دخلتها الفرن، حطيت الكفر الطماطم والبصل دول وقلبتها من ناحيتين. بعد كده طلعتهم والاكل مع بعض اهوت عباره عن بصوا جرجير وسلطه حلوه يمنى عملتها لي. والاكل جربوا الاكله دي هتعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.